هاي يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ في السلسلة دي هنتكلم عن الأساسيات اللي لازم كل مبتدئ يعرفها، وفيديو النهاردة هيكون بعنوان ايه هو الكمبيوتر وايه مكوناته الأساسية. نتعرف على كل ده، بس لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أول بأول. الكمبيوتر هو جهاز إلكتروني بيعالج البيانات، بينفذ الأوامر اللي بنطلبها منه بسرعة ودقة، بيسهل علينا حاجات كتير في مختلف المجالات سواء تعليم، شغل، حتى الترفيه. بنستخدمه في حاجات كتير زي كتابة المستندات، تصفح على الإنترنت، تحليل البيانات، جرافيكس، موشن. كل الكلام ده نقدر نعمله من خلال الكمبيوتر، فلازم تعرف تتعامل معاه. الجهاز بيتكون من أجزاء أساسية، خلينا نتعرف عليها واحدة واحدة عشان نفهم إزاي كل مكون بيأثر على أداء الجهاز بشكل عام، بس هنتجنب الجزء الإلكتروني البدائي شوية. المعالج هو بمثابة عقل الكمبيوتر، هو المسؤول عن معالجة البيانات وتنفيذ الأوامر اللي بنطلبها. يعني كل ما كان المعالج أقوى، كل ما كان الجهاز قادر على تنفيذ المهمات بسرعة أكبر، وده مهم جدا لو بنستخدم برامج تقيلة أو بنلعب ألعاب حديثة بتتطلب السرعة. لو عايزين جزء عن أنواع المعالجات اكتبولي تحت في الكومنتات. بعد ما المعالج يعالج البيانات، فين بتتخزن مؤقتا؟ هنا بيجي دور الرام هي الذاكره اللي بتساعد الكمبيوتر ان هو يشغل برامج كتير في نفس الوقت بدون ما يهنج، وكل ما كانت الرام اكبر كل ما الجهاز هيبقى اسرع في التعامل مع المهمات المتعدده. الجي بي يو بطاقة الرسوميات ده الجزء اللي بيتولى عرض الصور والجرافيك على الشاشة بجودة عالية. كل ما كانت البطاقة أقوى كل ما تجربة الجيمنج أو التصميم تبقى أفضل. دلوقتي لو أنت من محبي الألعاب أو الشغل اللي بيحتاج جرافيك عالي لازم تهتم بالبطاقة وتجيب كارت شاشة عالي. الهارد ديسك او الكورس الصلب الجزء اللي بيحافظ على بياناتك بشكل دائم. الهارد ديسك ده اللي بيخزن كل الملفات بتاعتك زي الصور والفيديوهات والبرامج. عندنا منه نوعين، نوع اللي بيكون اسرع بكتير وهو الاس اس دي وبيحسن من اداء الجهاز بشكل ملحوظ، والتقليدي اللي هو الاتش دي دي بتاع انواع زمان. الشاشة أو المونيتور، بعد ما كل المكونات دي ركبناها مع بعض لازم تشوف النتيجة دي على حاجة، وهنا بيجي دور الشاشة هي اللي بتعرض كل اللي الكمبيوتر بيعمله، فلازم تختار شاشة تكون مريحة لعينك وتناسب احتياجك سواء كنت جيمر أو بتستخدم الجهاز للشغل. نيجي لأجزاء الانبوت اللي عن طريقها هنقدر نتحكم في اللي احنا عايزين نعمله. ما نقدرش نتعامل مع الكمبيوتر من غير ادوات التحكم الاساسيه، كل حاجه بتكتبها او بتختارها بتمر عن طريقهم، وده بيسهل علينا اننا نتفاعل مع الجهاز بكل سهوله. ودي كانت جولة سريعة على المكونات الأساسية للكمبيوتر، أتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان تشوفوا باقي الحلقات، واشوفكم الفيديو الجاي.